عندي ملوك الدولة الحديثة عملنا لكل ملك أعمال. أعماله إيه؟ هنقولها كده مترتبة، في كلام هنلاقي ملك ماشي مع بعض وفي كلام الكلام بتاعه رخم، ما علينا، المهم إن إحنا هنرتب الإيه؟ الكلام. قلنا هنبدأ بمين؟ بأحمس. قلنا عندي أحمس طارق الهكسوس عمل دولة جديدة هي الدولة الحديثة. اتجه للجنوب للقضاء على التمرد اللي كان موجود. عمل حملة على فينيقيا لبسط النفوذ، واهتم بالبنى والتعمير فأصلح معابد كتير. يجي ندخل على اللي بعده. تحتمس الأول اتجه للجنوب، خد نبتة ضمن الحدود. ضم نبتة لشمال إدفو وحدة إدارية واحدة تحت الابن الملكي الكوش، وعشان بسط النفوذ راح آسيا بثبات فواصل نهر الفرات. واهتم بالتعمير فعمل مين؟ عمل معبد الكرنك ليكون المعبد الرئيسي لمدينة طيبة. يجي بعده مين؟ حتشبسوت. قلت بعده حتشبسوت، ودي أشهر الملكات، حتشبسوت ست الستات بسبب الإنجازات. تعالى على تحتمس الثالث. قلت تحتمس الثالث أعظم ملوك مصر، راح آسيا وأفريقيا لبسط النفوذ. ال16 على اسيا وال17 على كوش. اكتر حته عجباني والله. تاني، تحتمس الثالث اعظم ملوك مصر، راح اسيا وافريقيا لبسط النفوذ. ال16 على اسيا وال17 على كوش، وبنى اسطول حربي ليسيطر على البحر المتوسط وسواحل فينيقيا. اشهر معركه عنده كانت معركه ماجدو، وعشان راجل حكيم احضر ابناء امراء اسيا وعلمهم العادات والتقاليد المصريه. تعالى بتوت عنخ امون. قلت توت عنخ امون يبقى ابن اخناتون. تاني، توت عنخ امون يبقى ابن اخناتون. خلى العاصمه طيبه وعبدوا الاله امون. شيد المعابد في شمال السودان واضافات معماريه للكرنك والاقصر كمان. تعالى بعده. شهرته كانت عشان اكتشاف مقبرته، كانت فيها ايه؟ كنوز كتيره بتدل على عظمه الفن المصري. نيجي في رمسيس الثالث. قلت عمل ايه؟ بنى معابد وتماثيل، اسس اسره 20، هزم شعوب البحر المتوسط وتصدى للليبيين. واخر حاجه قلتها عمل فيها ايه؟ نظم الجيش والشؤون الداخليه والبعثات الخارجيه. تمام؟